مساء الخير على احلى متابعين. الجزء الثاني بتاع زبدة واحد ستهم. انتوا طبعا منتظرين على نار التقييم، وهنشوف تسييح الزبدة على النار مباشر دلوقتي بالمراحل بتاعتها كلها، وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان في مفاجأة. يلا بينا نروح بيها على النار. بصوا، شايفين الملمس الزبدة ناعم ازاي؟ بصوا بدأت اهي انها تسيح. هنوطي عليها طبعا عشان ما تفرش. وهنا كانت بدأت انها تسيح وتدخل في الغليان زي ما انتم شايفين. انا حبيت ان انا اوريكم كل المراحل بتاعه تسييح الزبدة البقري بتاعه واحد ستهم والجاموسي كمان. دي الجاموسي بدأت برضو انها تسيح وبدأت انها تخش في الغليان. هنا بقى كانت استوت نص سوا وغلت يعني، ونقصت. هي ما نقصتش تاني بعد، يعني هي كده خلاص مش هتنقص تاني خالص. هي خلاص ناقص لها حوالي 5 دقايق وهطفي عليها. ودي برضو الجاموسي. هنا كنت خلاص، دي كده كانت المرحلة الأخيرة استوت. وهنبدأ بقى ان احنا عشان نرقد المورطة اللي على الوش دي. حلوة الرقد دي، ننيمها ولا نرقدها. نرش بس رشة ملح زي ما انتم شايفين عشان بس المرطة دي تنزل في قعر الحلة وما تبقاش عايمة على الوش كده، وتعرفي تصفيها وتحطيها في بطرماناتك. وكانت هنا لما بردت بقى كنت طفيت عليها وبردت خالص زي ما انتم شايفين. بصوا نقية خالص، صفاء ذهب كده. ده عيار 18. انا سميت الجاموسي عيار 18 والبقري عيار 21 بتاعتنا اللي من واحد ستهم من اسرار المطبخ مع سمر. زي ما قلنا التجربه خير دليل. دلوقتي عملنا سيحنا الزبده البقري وسيحنا الزبده الجاموسي. انا طبعا نقصت من الحله دي لانها كانت هتفور، فحطيتها في الحله، فضيت شويه يعني صغيرين في الحله هنا. والحله دي الزبده البيضاء. عايزه اقول لك يا سمر، كالعاده كالعاده بتبهرينا، كالعاده بتبهرينا. انت طول عمرك بتبهرينا بصراحه بجد يا جماعه. الزبده طبيعي 100%، مش متخلطه. الريحه قلبت الدنيا، اقسم بالله العظيم الريحه قلبت الدنيا. عايزه اقول لكم السنه اللي فاتت انا جبت زبده اللي انا وريتها لكم دي، اقسم بالله كان فيها ريحه زفاره. دي انا ما شمتش ليها ريحه زفاره خالص، بالعكس دي قلبت ريحه الشقه، قلبت ريحه الدنيا كلها. فكرتني بايام زمان، طعم زمان، ريحه زمان. شابوه ليكي يا سمر. بجد زي ما بيقولوا عليها بصوا دهب. السمنه اتحولت لدهب، مش متخلطه ولو 1%. هاتوها يا بنات على ضمانتي. انا حاسه زي ما حطيتهم قدامكم. شفتوا كان لحد هنا اللي قل اقل من الربع، اقل من الربع. والبيضه برضو نفس الكلام، الجاموسي اقل من الربع. ما خستش، ما نقصتش، ما حاسه انها بخيرها، بخيرها في كل حاجه، في طعمها، في شكلها، في ريحتها. ما قلتش. انا حاسه ان انا فلوسي ما وقعتش على الارض، اقسم بالله العظيم حاسه فلوسي ما وقعتش على الارض. هنعبيها دلوقتي مع بعض وهنشوف المرطه كمان مع بعض. نسمي الله ونصلي على الرسول في الكومنتات. وما تنسوش تحطوا لي اللايك والكومنت الجميل منكم يسعدني. وكمان عايزه اقول لكم ان انتوا تشيروا على الفيديو على جروباتكم. عايزه اوريكم، بصوا اللون، الريحه، الطعم، تحفه بجد بجد. شابوه ليكي يا سمر انك انتي مطلعه لنا جوده وطعم وريحه بلدي 100% وبالسعر ده. دي معادله صعبه، دي معادله صعبه بجد. يعني ما فيش حد يقدر يعمل المعادله دي غير ان هو بيراعي ربنا مليون المية في المنتج اللي بيبيعوه. بجد الزبده طعمها تحفه، الزبده البيضه. ودي الزبده البقري، بجد تحفه تحفه. بصوا دهب بجد، ده دهب عيار 21، ده دهب عيار 18. بجد يتوزنوا بالدهب. شابوه ليك يا سمر، تسلم ايدك بجد. جوده وسعر يا بنات، وريحه وطعم لا منافس. بجد بجد انتي بجد هتاكلي السوق، بجد هتاكلي السوق. اللي هيكتشفك مش هيسيبك. بجد ذوق وتعامل شيك، محترمين جدا، ذوق راقي جدا. اوريكم كمان حاجه، المرطه. بصي طلعت مرطه، بصوا دي اللي هي البيضه، طلعت معايا مرطه كتير. عايزه اقول لكم طعمها خطير بجد. ربنا يسامحك يا سمر، بجد ربنا يسامحك على العمله اللي انت بتعمليها فينا دي، فظيعه.
الله، تحفه تحفه بجد يا بنات. دي بقى اللي طلعت من اللي هي الصفرة، الزبده الصفرة، المرته بتاعتها رهيبه. مم. تحفه. دي فيها 5 كيلو بجد والله، فيها 5 كيلو يا سمر. ينفع؟ مش هينفع كده بجد، فيها 5 كيلو. تحفه. بلدي بلدي بلدي، لا بلدي قوي. مع اسرار المطبخ مع سمر. ربنا يبارك لك في مشروعك، ويا رب تفتحي ان شاء الله في جميع الدول العربيه والوطن العربي كله، ونسمع كده سمر في كل مكان. ودايما منوره مصر، ومنوره ستات مصر، ومنورانا كلنا، ومشرفانا يا سمر يا سكر. باي باي.